بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الاعزاء، يا رب تكونوا بخير جميعا. لا، احنا عندنا المدرسة وسندوتشات والفينو، وبيزيد عندنا عيش فينو، يعني بدل ما نرميه او كده، فاحنا بنستغله برضو في ممكن عشاء خفيف او جوع اخر الليل. بنعمل حاجة كده خفيفة جميلة قوي هتعجب الاولاد، او ممكن ياخدوها معاهم في اللانش بوكس عادي، مفيش مشاكل. فالفينو اللي متكسر معانا احنا بنعمله بالشكل ده، بنقطعه قطع صغيرة جدا، وبندهن طاسة او صينية اي حاجة سمنة، وبننزله وبنضغط عليه كويس عشان يتماسك مع بعض. ومعانا عدد 3 بيضة و3/4 كوباية لبن، بنحطهم على بعض مع شوية ملح وفلفل، وطبعا وبنيجي بننزل عليهم بالشكل ده بحيث ان احنا نشربهم وكمان يتماسكوا اكتر. طبعا ويبقى معانا اي خلطات عادي، فراخ، جبنة، اي حاجة. ما فيش فراخ او حاجة تبقى خفيفة يعني زي كده، قطع فلفل الوان اخضر واحمر، وكمان يبقى معانا زيتون اسود اخضر عادي، مفيش مشكلة. فبنشكلهم بالشكل ده. وطبعا انا مهدية النار، مش هنخلي نار عالية، النار العالية في البداية بس، بعد ما بنزل بالفينو كده وبضغطه بهدي النار عشان ما تحرقش طبعا. وطبعا بنرش كل المكونات معانا كده بالشكل ده، مع قليل من الملح والفلفل عشان احنا نزلنا معانا بالزيتون، والزيتون طبعا بيكون طعمه مالح شوية، فبنراعي كده. وكل شوية بنحاول طبعا كده بخفة نبص كده من تحت شوية لغاية ما تاخد اللون المناسب، ونحاول من الجدار حوالين داير كده نخلعها بحيث لما اطلع بيها بعد كده تنزل معايا سهلة. وكده طبعا في الاخر بيبقى معايا اي جبنة، جبنة رومي، جبنة موتزاريلا، اي نوع من الجبن، شيدر عادي. بنزل بشوية كده على الوش من فوق بمساحة الصينية او الطاسة اللي معايا. طبعا زي ما قلت ان انا مهدية النار، بغطيهم شوية عشان الجبنة تسيح معايا وتاخد لونها كده. وهنا تقريبا خلاص بدأت معايا ان انا ابدأ اشيلها، لانها كده تمام، انا كده شلتها. طبعا كاتشب لازم بعد ما بتنزل معايا برشها كده كاتشب عشان برضو تاخد طعم البيتزا الجميل. هي بصراحة ريحتها جميلة جدا وهي بتستوي، ريحة البيتزا بالظبط، مش فارقة اي حاجة، وطرية وجميلة وعادي، مفيش مشاكل لو احنا حطيناها في اللانش بوكس او مثلا عشاء او غدا، مفيش مشكلة. احنا الفينو اللي معانا استغليناه في حاجة مفيدة بدل ما نرميه، وعملنا منه اكلة لذيذة طعمة الاولاد بيحبوها. فياريت تجربوها بالهنا والشفا اللي جرب. منظرها جميل ورائع، بتطلع معايا مثلثات بالشكل ده جميلة، لان هي اتضغطت معايا في اثناء التسوية، انا ضغطتها كتير، بقت لذيذة كده، وكمان نفخت معايا، بقت جميلة قوي وطرية، وطعمها بجد تحفة، وما تفرقش حاجة عن طعم البيتزا، عادي جدا. لذيذة قوي وطعمة، وزي ما شايفين حضراتكم هي جميلة قوي، بتتقطع معايا بكل سهولة، وطبعا اتحمصت من تحت وبقت لذيذة قوي. والف هنا وشفا اللي جرب، يا ريت تجربوها. ولو عجبتكم يا ريت لايك وشير واشتراك في القناة اللي ما اشتركش طبعا. وشكرا لكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونتقابل على خير بإذن الله فيديو آخر. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، إلى اللقاء.